بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله في هذا الفيديو بنحل مسألة على محصلة الفيض المغناطيسي الناشئة عن وجود أسلاك مع الملف الدائري. وهذه المسألة موجودة في كتاب الوافي، طبعا نسخة 2024. المسألة طبعا موجودة في مسائل الملف الدائري، مسألة لتوثيق المسألة، مسألة رقم 63 في الملف الدائري، صاد 124. طبعا كتاب الوافي اللي هو طبعا كتاب الأسئلة والمسائل. طب نيجي بقى نشوف المسألة دي بتقول. المسألة بتقول: ثلاث أسلاك طويلة يمر بكل منها تيار شدته 2 باي أمبير في الاتجاهات الموضحة بالشكل. يبقى أنا معايا دلوقتي إيه؟ أنا عندي هنا ثلاث أسلاك، هنا ثلاث أسلاك. الأسلاك دهيت اتجاهات التيار، يعني اللي هو السلك اللي هو موجود على اليمين اتجاه التيار بتاعه إلى أعلى، السلك الموجود على اليسار اتجاه التيار بتاعه إلى أسفل، السلك الموجود أسفل هنا اتجاه التيار بتاعه ناحية طبعا الإيه؟ ناحية الغرب. طب نكمل بقى الشكل. بيقول لي: وضعت في مستوى ملف دائري عدد لفاته مكون من 12 لف، يبقى دي ان بتاع الملف الدائري، بحيث تكون ممس له كما بالشكل. بيقول لي: فإن شدة واتجاه التيار الذي يجب أن يمر في الملف حتى تكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند محوره بتساوي الصفر، تساوي نقط. هو طبعا هو عايز شدة التيار مرة في الملف، وطبعا اتجاه التيار فيه نقط، يعني طبعا مع قارب الساعة، وجايب لي مجموعة من الاختيارات. ننتقل بقى إلى الحل في الورق الخارجي. طبعا احنا نقلنا الرسمة هنا في الورق الخارجي اهوت. بعد كده نبدأ بقى عملية الحل. الحتة اللي أنا عايز أركز فيها هنا إيه؟ الحتة اللي أنا عايز أركز فيها هنا، أنا عارف إن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف الدائري هنا، المحصلة الكلية بتاعة الأسلاك وبتاعة الملف بتساوي صفر، يعني يبقى هنا نقطة تعادل. يبقى إذا دلوقتي هتبقى المحصلة بتاعة الأسلاك، يعني بي توتال للسلك الأول، وليكن هنسمي دي السلك رقم 1 والسلك رقم 2 والسلك رقم 3، بتساوي بي للملف. وبالتالي احنا الاول هنطبق قاعدة امبير اليد اليمنى على الاسلاك عشان نحدد ايه؟ نحدد الاتجاه. طيب احنا قلنا هنا السلك اللي هو رقم 1 اتجاه التيار بتاعه الى اعلى، يبقى اذا اليمين هنا، يبقى لما اجي اطبق القاعدة كده اهو، هيبقى في اليمين هنا هيبقى فيض داخل، والشمال اللي هو الجزء اللي فيه الملف هيبقى فيه فيض ايه؟ خارج، على شكل نقاط اهو. طيب تعال نشوف كده السلك اللي هو رقم 2. السلك رقم 2 اتجاه التيار إلى أسفل، يبقى اليسار هيبقى فيض داخل، واليمين اللي هي المنطقة اللي فيها الملف الدائري هيبقى فيها فيض طبعا ايه؟ فيض خارج. نيجي نشوف السلك الأسفل اللي هو السلك رقم 3 اللي سميته رقم 3. هنا اتجاه التيار في ناحية الغرب، ناحية الغرب. هنا يبقى أسفل السلك هيبقى حسب قاعدة أمبير اليد اليمنى أهو، أسفل السلك هيبقى فيض داخل، وطبعا هنا أعلى السلك ده هيبقى فيض خارج أيضا. يبقى إذا أنا عندي الأسلاك كلها في المنطقة بتاعة الملف هتبقى موجودة في إيه؟ في فيض خارج بالنسبة للثلاث أسلاك. يبقى إذا دلوقتي هجيب بي للسلك واحد اللي هو بتساوي نيو، أو بي للسلك واحد أهو هتساوي نيو في أي على 2 باي دي. نركز، إحنا معانا دلوقتي هنا عارفين إحنا عايزين نجيب المحصلة
محاصيل كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف. يبقى إذا الدي بتاع كل سلك هتبقى عبارة عن ار، هتبقى عبارة عن ار. يبقى إذا دلوقتي نبدأ نعوض. بين السلك الأول هتبقى نيو، احنا عارفين الاي هو مديهالي لكل سلك باتنين باي، يبقى في 2 باي على 2 باي. طبعا في ايه؟ هشتري دي واحط مكانها ار، يبقى ال2 باي هتطير مع ال2 باي، هيتبقى لي نيو على ار. ده بتاع السلك الاول. السلك التاني زيه والسلك التالت زيه، يعني بي لكل بي للسلك بي للسلك 2 هتطلع ايضا نيو على ار، وبي للسلك 3 هتساوي نيو على ار. طيب انا عندي دلوقتي المحصله بقى بتاعت الاسلاك هنا كلها فيض ايه؟ فيض خارج بالنسبه للملف، يعني بالنسبه للمنطقه اللي اتحط فيها الملف. يبقى اذا دلوقتي المحصله البي توتال للاسلاك، البي توتال للاسلاك هتساوي طبعا 3 في نيو على ار، 3 في نيو على ار. وبالتالي انا عندي هنا اذا كانت بقى محصله الاسلاك فيض فيض خارج، تمام، لازما يبقى الملف فيض طبعا داخل. على اساس ايه؟ على اساس ان هينشأ هنا ايه؟ تعادل. يبقى اذا هنا الحته اللي اركز فيها، يبقى الفيض بتاع الملف هيبقى عباره عن فيض طبعا ايه؟ فيض، هيبقى عباره عن فيض داخل، لان محصله الاسلاك فيض خارج. يبقى اتجاه التيار هنا هيبقى في الملف الدائري طبعا طالما دي فيض داخل. لو طبقنا هيبقى هنا اتجاه التيار هيبقى في الملف مع اتجاه عقارب الساعة. نبقى اللي بعد كده بقى بنجيب ايه؟ بنقول هنا بي ملف بيساوي بي توتال، بي توتال للاسلاك الثلاثه اللي احنا جايبين. يبقى بي ملف هشتغل واحط مكانها نيو في اي على 2 ار. الكلام ده هتساوي طبعا 3 في نيو على ار اللي احنا لسه جايبينها حالا اهو. بي توتال بتاع الاسلاك الثلاثه اللي هي نيو 3 نيو على ار. طب بعد كده نبدا بقى نعوض. طبعا انا عندي نيو في اي في ان على 2 ار، ده ايه؟ بي ملف بتساوي 3 نيو على ار بالنسبه لمحصله الاسلاك. طيب انا عندي ان هو مديهالي للملف الدائري ب 12، يبقى نيو في 12 في اي على 2 ار. الكلام ده هتساوي طبعا 3 في نيو على ار. نركز كده مع بعض. هنطير طبعا معامل النفاذيه من الطرفين، ونطير الار مع الار. يبقى اتبقى لي هنا في المقام بتاع جزء الملف الدائري 2، والبسط بتاع الاسلاك 3. يبقى اذا على طول اي حاصل ضرب طرفين في وسطين، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى 6 على 12. يبقى اذا اي بالنسبة للملف الدائري هتساوي 5/10 امبير. وطبعا اتجاه الفيض فيه طبعا هيبقى مع ايه؟ اتجاه الفيض فيه هيبقى مع اتجاه العقارب. نرجع بقى تاني نختار في الكتاب. بعد كده بقى نيجي نشوف نيجي بقى نشوف الاختيارات. هو طبعا جايب لي الاختيار ألف كان 25 من 100 أمبير مع عقارب الساعة، يعني يبقى كده الإجابة خاطئة. باء 5/10، هي الإجابة 5/10 بس ليست عكس اتجاه العقارب زي ما احنا شرحنا. بعد كده جيم 25 من 100 عكس ده خاطئة. الإجابة الصح طبعا هيبقى الاختيار د. احنا طبعا مطلعين اللي هو شدة التيار بتاع الملف الذي يمر في الملف الدائري كان 5/10، وكانت مع اتجاه العقارب، وبالتالي يبقى الاختيار الصحيح بتاعنا هو الاختيار دي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.